فتسمعنا القصة ويا العزف مال مهند الحلو ونسمع القصيدة. حاضر. هي مو قصة، خلينا نقول حالة أو فترة مريت فيها طلعت منها قصيدتين، قصيدة التجربة اللي هسه راح أقراها وقصيدة سيدتي راح تمر البرنامج. فأنت تعرف المقربين يعرفون إنه أنا 5 سنين، من قبل 5 سنين أنا هنا يعني مستقر ببغداد بسكني. فال5 سنين هاي كفيلة بأن تشوفني ناس، تشوفني مواقف حلوة ومو حلوة. وهو الإنسان الاعتياد يعني اللي عايش ويا أهله وبين هو يمر بموقف مثلا رخاء مادي إنه أو تجي فترة صعبة ماديا عليه أي إنسان. فمن ضمن هاي ال5 سنين مريت بفترة إنه صار عندي ضيق مادي بسبب دخلت بشيء وصار خسارة في شيء فتأذيت. أنت من تكون ابن خير ويمر عليك هيك شيء هذا يأذيك أكثر من الإنسان اللي ماخذ على هذا الموضوع، متعود على هذا الشيء. وبالإضافة لأنه تكون وحدك. ايش سويت؟ بالبداية يعني هي وصلت المرحلة إنه من أقول ضيق مادي، وصلت المرحلة إنه مثلا أقعد الصبح أفكر شلون نجيب باكيت السجاير. إنه شلون اليوم شلون راح أمشي اليوم، إنه أنا متواعد ويا رائد ومتواعد ويا عصام ومتواعد ويا فلان، شلون أرتب هاي الوضعية، السيارات، الطريق. تمام. المشكلة وين؟ المشكلة إنه أنا ما أقدر أقول مثلا أهلي ما أقدر أقول لهم أنا يابا هيك وهيك صار عندي، لأن هم ماخذين غير نظرة، إنه أنا موصل فكرة غير نظرة إنه أنا الأنطي مو أنا. تمام. أصدقائي أستحي أفتح هيك موضوع. فالنهار خلصه يعني هو من أقول أفكر باكيت السجاير مو ما أحصله، أنا أحصله بس يعني هي كبيرة من أنت تفكر يلا تحصل باكيت السجاير. فيخلص نهاري إنه بالتزام أو موعد أو شغل، يجي الليل يخلص أول يوم ثاني يوم مرت فترة يعني هي بهاي. بديت أسهر للصبح يعني ما أنام. يمكن هاي القصة راح تشمل بها كل طلاب الأقسام الداخلية، أكيد هم مارين بيك مواقف. صحيح. تمام. بس الفترة اللي عشت فيها الشقة وحدي، إنه أنا كنا أصدقاء سوية بعدين عشت وحدي. إنه يمر علي الليل اللي يلتمن إن ذني بسيطات، هسه هاي مال المادة بس اكو أشياء هاي المادة تفتح لك مواضيع ثانية يجوز ما تنحكي ما أقدر أحكيها. بس مثلا من تطلع الصبح تمشي بين الناس وأنت تحس روحك فشي تايه، فشي زايد. من تمشي بين الناس من يجيك فشي فرح وما حد يقول لك عافية. يعني تفرح لوحدك بالشيء اللي تحصله، تضوج لوحدك بالشيء. مهما كنت رجال مهما كنت قوي تحتاج واحد يمسح على راسك، تحتاج من ذن ما يمك ما تحس، وتجيك اشياء انت ما مفكر بها ما محس بها. هنا تتأذى وصلت بيها مرحلة انه افكر يعني وصلت هي حالة نفسية. خسرت فيها هواي ناس، خسرت فيها هواي اصدقاء بسبب يعني صار يعني ظليت اسوي اشياء من ضمن الناس اللي خسرتهم رائد وفتيان بوقتها. لا ان شاء الله ماكو خساره، احنا اصدقاء وبالتالي يصير موقف بيناتنا طبيعي يعني. فوصلت المرحله انه افكر هيك من اقعد بالليل لوحدي انه يمكن اذا اموت هسه يمكن ما حد يدري بيها، او 3 ايام هيك يلا لو يدوم بيها لو ما يدوم بيها. وصلت المرحله ابكي لحد ما يعني صبح الصبح هاي واطلع انا شغلي وهيك اكمله وبعدين ارجع انام او انا ما ادري بنفسي. تأذيت كلش هواي تأذيت. يجوز هاي الحكي انا ما حاكي، يجوز هسه حتى اهلي من يشوفوا يستغربون هذا الموضوع. واحنا نشكر عفويتك. مرت هاي الفترة بهاي الشدة. هي انتهت وعبرتها. شايف اكو شخصية مثلا انت تتمناها بحياتك، كنت انه هاي شخصية شايفها وعارف تفاصيلها اتمناها انه تكون هاي حصتي. هاي الشخصية اجت بالوقت هذا اللي كل شيء عندي خربطة، انه نومتي مخربطة، طلعتي خربطة، كله هوسة. جبتها منها رجعتها منها ما تفهم. اخر شيء قلت لها يابا ما الوضعية ما تفيدك. يابا ليش ما اعرف شلون. طبعا هاي شايف الحكي مال انا اوقف وياك وانا هيك، بس انت تعرف انت رجال وقوه ممشيها، يجيك واحد على اساس
فما كنت افتهم معنى اللي يطيح بضيج. ما كنت افتهم معنى اللي يطيح بضيج. ضقتها ويا حرورة طيحت العالي. الله. طحت مثل البيوت العالية من الطيح، وشفتهم من مشوا غالي بظهر غالي. الله. ما كنت افتهم معنى اللي يطيح بضيج. ضقتها ويا حرورة طيحت العالي. طحت مثل البيوت العالية من الطيح، وشفتهم من مشوا غالي بظهر غالي. أنا ما فزعت لكن دمعت. ما فزعت لكن دمعت تصيح. الله. ما هديتها بس ظلت تلالي. بس ظلت تلالي مثل ذاك اللي نام بخشبة التابوت. أي. كل الناس جنازة يتواوالي. الله. كل الناس تبكي لي ورا ما اموت. ايه وانا عدل ما حتى عناني. الله. مثل ذاك اللي ينام بخشبة التابوت. أي. كل الناس جنازة يتواوالي. كل الناس تبكي لي ورا ما اموت. ايه وانا عدل ما حتى عنالي. كانت تجربة. أي. تجربة وفزيت منها وحيد. الله. عدل بس طايح من عيون عذالي. الله. الله. عدل بس تابس الحيطان ذكرى وخوف ونفس، والسجن يبرد من يظل خالي. الله. بس المشكلة جروح العزاز عزاز. جروح العزاز عزاز. هي المشكلة جروح العزاز عزاز. اي والله. من تلجم بيه نصيح هنيالي. مو معناتها يقضي العمر لتمات، بس هو عذر حتى اقنع بحالي. الله. وانا من دنقت ما كنت ادور قاع، ولكن ثقلت الحسبات اللي ببالي. وجيت انت وقلت لك لا تدق الباب. الله. ترى هو اللي يموت لا تالي. انا قلت قبل من كان قلبه بخير، قبل لا اصيح ياهو يصير كالتالي. الله. قبل من كنت اغمض خاطر اتلقاك، الله. بعدين افتهمت الظلمة تحلالي. الله. بعدين افتهمت النجم ليش بعيد. اثار الناس تكره كل من يلالي. الله. اثار المطر ينسى ولايته مجبور. اي. شفتها الغيمة ياخذها الهوى العالي. اي والله. وجيت انت وقلت لك لا تدق الباب. ترى هو اللي يموت يموت لا تالي. الله. ان شاء الله ما ميت حمودي. الله يسلمك. راعي بكل تفاصيلك بالقصة.